الحقيقة الفترة اللي فاتت وبحكم الشغل أنا بتابع برامج كتير جدا، بتابع فيديوهات، بتابع دكاترة أفاضل بيتكلموا، وبتابع برضو للأسف ناس كتير بتتكلم من منطلق تجربتها الشخصية، أيا كان بقى وظيفته حاليا، أيا كان هو غير كاريره بقى بيشتغل في مجال الإرشاد الأسري، أيا كان المسمى اللي هو بيتكلم من المنطلق. الفيديوهات دي للأسف خربت بيوت كتير، وبواقع الجلسات اللي بتجيني الإعلام برضو كان ليه سبب كبير قوي في اللي احنا وصلنا له دلوقتي. فاضل على رمضان، كل سنة وحضراتكم بألف خير، تقريبا شهرين أو أكتر حاجة بسيطة، وكل اللي أنا بترجاه إن المسلسلات اللي بتتعمل في رمضان واللي مفيش ديانة سماوية ترضى بيها، كفاية موضوعات عن الخيانة والغدر، كفاية موضوعات عن البلطجة، كفاية ولادنا يشوفوا ان الدم شيء عادي، وان هو مش هياخد حقه الا لو كان لابس لبس غريب وحالق حلقة غريبة ومعاه اي آلة من السلاح الابيض. كفاية مخدرات وكفاية كلام عن المخدرات، كفاية كلام وكفاية مشاهد سيئة ومسيئة لكل بيت مصري ولكل بيت عربي. يعني الأسرة كيان احترمته كل الأديان، ولادنا أمانة، فأرجوكم نحافظ على الأمانة. لايف كوتش دكتورة أميرة عبد الرازق.